السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهاردة معانا أمر مهم جدا من أوامر التسعير وهو ال FXX، وده الأمر اللي بنستخدمه لما نكون عايزين نعرف السعر بس. يعني عندنا رحلة مثلا من القاهرة لتبوك يوم 21 وراكب واحد بس، أو مش شرط تضيف الراكب أو الكرسي. يعني هو ده الأمر ده بنستخدمه لما ما يكونش عندنا ال TST اللي هو جدول التسعير النهائي. بنكتب ال FXX والرحلة، يوم الرحلة ومن إلى، وندوس انتر بيطلع لك النظام جدول رحلات بشكل مختلف خالص عن اللي انت متعود عليه بالسعر. في نهاية كل لاين بيكون مكتوب سعر الرحلة، وبناء عليه بنختار الرحلة المعينة والسعر المناسب ونحجز، نضيف بقى ال TST والبي ان ار وكل ده. وبرضه بنستخدمه لما يكون معانا رحلة وعايزين نعرف سعرها بس. يعني هو ده الأمر ده واحد من الأوامر المهمة في التسعير. طبعا ما لا يفعله هو ما بيعملش حجز نهائي. ما ينفعش نعمل حجز نهائي بال FXX، لازم نستخدم الأوامر التانية اللي احنا هنشرحها في الحلقات أو في الفيديوهات اللي جاية. وده زي ما قلنا لو كنت عايز تحجز رحلة من القاهرة لدبي وعايز تعرف بس سعرها التقريبي للرحلة. يعني مثلا قبل ما تضيف الوجبة لو محتاج، وقبل ما تضيف أي خدمة من الخدمات اللي شركة طيران بتقدمها، بنستخدم الأمر دوت ونعرف السعر المبدئي للرحلة، مش النهائي، السعر المبدئي. طبعا النظام ده ما ينفعش نطبع ولا نصدر بيه تذكرة. بنستخدم الأمرين التانيين اللي هو FXB وال FXP عشان يعني أوامر التسعير كلها مكملة بعض. في الشروحات اللي جاية هتلاحظ إن كل الأوامر بتكمل بعض. في أمرين بنستخدمهم لعرض السعر، وفي أمرين بنستخدمهم لتأكيد السعر أو تأكيد الحجز أو التسعير النهائي. طبعا ال FXX مناسب للمقارنة بين أسعار الرحلات. هو بيعمل لك جدول مقارنة لما بنكتب الأمر واليوم والرحلة، مطار الإقلاع ومطار الوصول، بيطلع لك جدول مقارنة بين الأسعار. ولو عايز طبعا زي ما قلنا فوق، لو عايز تثبت السعر وتحجز تذكرة، بنستخدم الأمرين اللي هما آخرهم B. دي طبعا معلومة بسيطة لشرح الأمر ال FXX، وهو بس التسعير كله محتاج تركيز. وإن شاء الله الشروحات الجاية هتكون أكثر توضيحا، وهتفهم لوحدك الفرق بين الأوامر وإيه اللي بيربطهم ببعض. دي حلقة صغيرة بسيطة، أتمنى تكون فهمتها، وأتمنى تعمل لايك وسبسكرايب، وبس كده، شكرا.